هنا القاهرة. حذر فزر طبخين ايه؟ تحب اعمل لك عدس بالليه؟ طب كبش، طب بمبار، يبقى لحمة راس. في مشنكح؟ لا 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 لا، عايزين كباب وخضار سوتيه. كل أكلة وليها أصل وحكاية. لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك، عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك. هات لنا انت بس ذكر بط نحطه في نص السفرة. والكل أكلة كمان تركاية. اللي بيحطي بالطين على الوش مش بيضة واحدة. والأصل مصري عنده السر في الخلطة. مستعد أعمل لك طبق فول مجمد أطعم وألذ من ديك رومي. أصل الأكلة مع خبيرة التغذية الدكتورة منال عز الدين. دي وجبة متكاملة فيها كل العناصر الغذائية. والشيف مريم زرن. ما تنساش السلطة. أمين. كل سنة وانت طيبة يا مريم. وانت طيبة. انت عارفة احنا كمصريين ارتبطنا بشم النسيم من ايام الفراعنة، اللي هو عيد الربيع واستقبال الربيع. والجو بديع قفل على كل المواضيع، قفل. وده اكتر يوم المصريين بياكلوا فيه نوعية من الاكلات الموسمية. اشمعنى يعني شم النسيم؟ كان ما كانش يحب لا البيض ولا الفسيخ ولا البصل. طبعا عندنا البيض الملون، الاطفال بيقعدوا يلونوه. عندك وصفة صحية لتلوين البيض بدل الالوان؟ طبعا الالوان دي خطر جدا عليهم. ممكن نجيب قشر البصل اللي هو الابيض. أيوة. بيطلع لون اصفر. والبنجر نغلي قشر البصل في ميه كويس جدا ونسلق في البيض. نسلق مع البيض هيطلع اصفر فاتح. البنجر هيطلع لنا اللون الاحمر. طب الاخضر لو حطينا الاحمر على الاصفر هيطلع اخضر. بس دي الوان صحيه، لان انت عارفه ان قشره البيضه مساميه، يعني اللون اللي هيتحط بره بيدخل جوه البيضه، بيخش جوه البيضه. فحرام نضيع القيمه الغذائيه للبيضه بسبب الالوان اللي مش طبيعيه اللي بنستخدمها في تلوين البيض. انا من واقع خبرتي اكتشفت ان البيضه بتاخد 4 دقايق علشان تستوي. احنا عددنا كام؟ احنا عددنا 20. يعني 20 بيضة في 4 دقايق ب80 دقيقة. يعني احنا محتاجين ساعة وتلت علشان نسوي 20 بيضة. وبكده نبقى وصلنا بقى لميعاد أكل البيض. ندي النار الأول. ودي كانت نهاية البيض. طبعا البيض كان بيرمز للقدماء المصريين، هو رمز بداية الحياة. والبيض طبعا زي ما كلنا عارفين قيمته الغذائية عالية، من أفضل مصادر البروتين. البيضة الواحدة فيها 6 جرام بروتين وبتدينا حوالي 80 سعر حراري. البيضة سبحان الله تقريبا فيها جميع المعادن والفيتامينات ما عدا فيتامين سي، واللي نقدر نعوضه من تناول الخضروات الورقية والطماطم والليمون والبرتقال. اديني بيضة هات بيضة وانت بيضة. ايوه هات التانية دي. هدي انت شايل اللوز قبل الجواز؟ ايه يا عبعال، البيضة بتنزل مسلقان كأنها نازلة كده. يا جدع عيب يسيب بيضة على الباب بالطين كده. ده احنا جيران يا جدع. بيضة نص البيض مغذي قوي. اصل انا فاهم، ده راجل دارس وانا فاهم بياكل ايه. فاهم مين يا عم ولا فاهم يا جدع؟ البيض كله بروتين. بروتين؟ كله بروتين. ايه بروتين؟ بروتين المغذي اسمه بروتين. البيضة فيها 2 كيلو بروتين. يقول لك كل بروتين والعب في الطين. طبعا الخاص في شم النسيم ده يعني ده بيتاكل لوحده كده بالظبط كده. والخاص بيتميز انه غني بفيتامين اي اللي هو رمز الشباب، والمصريين القدماء كانوا واخدينه رمز للخصوبة. وطبعا الابحاث العلمية كلها اثبتت ان فعلا تناول الخاص بيزود من نسبة الخصوبة. اسلوب قفشوني كان معايا خاص. كنت انا شارب حشه شخش بخشه شحش بخشه سحص 5 ساعة فشل. بتقول ايه؟ بعشرات قروش خص. ايوه فشرها كويس. البصل طبعا مضاد للالتهاب، مضاد حيوي طبيعي، بينظم مستوى السكر في الدم، كنز من الفوائد يعني لا تنتهي. والمصريين القدماء كانوا بياخدوه رمز للإرادة. ونصيحتنا ليكم ناكل وما نكترش، وفي صحتنا ما نفرطش. مش مهم تاكل غالي او رخيص، المهم انك تتمتع بالاكل. أصل الأكلة ده كتاب نظيرة. كلمة إخراج رانيا مجدي. كان نفسي اعزم اصحابي مش ياكلوا ويتفرجوا بس.